نور، مش هنسيبها ضلمة. الشلال اللي ورايا ده مكتوب عنه هنا في المكان انه من سنين طويله كان بيبعد عن المنطقه دي باكتر من كيلو ونص، ومع مرور السنين وقوه اندفاع الميه الشلال قدر يفتح لنفسه طريق لحد ما وصل هنا. هم كاتبين كمان ان مع مرور سنين كتير جايه محدش عارف الشلال ده ممكن يوصل لفين. وده بيفكرني باللي الله بيعمله في شخصياتنا لما بنقعد قدام كلمته ولما بنتملي بروحه وبحضوره. روح الله اللي بيسكن فينا زي المية دي يقدر يعيد تشكيلنا مهما كان فينا عند، ويقدر يلين قلوبنا لو حتى كانت حجر. يسوع قال كده: من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. مكتوب عن كلمة الله إنها حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. مكتوب عنها كمان إنها خارقة إلى مفرق النفس والروح. وزي ما المية بتعيد تشكيل الصخر وبتنعمه من قوة مرورها عليه، قوة روح الله العامل فينا وقوة كلمة الله تقدر تعيد تشكيلنا وتغيرنا لحد ما نوصل للصورة اللي الله عايز يشوفنا فيها، وتنقلنا من مكاننا لأماكن ما كانتش تخطر على بالنا. فحتى لو في حياتك النهاردة حاجات انت متخيل انك مستحيل تتغلب عليها، حتى لو إبليس وهمك انك غير قابل للتغيير، ربنا بيقولك النهاردة انه يقدر يلين الحجر. وكل اللي عليك انك تسيب نفسك لإيديه وتقعد قدام كلمته اللي تقدر تجدد ذهنك وتقودك لتحقيق مشيئته في حياتك، وتطلب منه يملاك بروحه اللي هيساعدك تسلك في طهارة وفي قداسة. أشجعك النهاردة ما تصدقش إن الأوان فات، ما تصدقش إن التغيير صعب. اطلب من قلبك إن الله يمد إيده لحياتك ويصنع التغيير، فتسلك في نور حق كلمته وتجري من بطنك أنهار ماء حي.